وحشتوني قوي يا بنات. النهارده الاثنين، النهارده الحمد لله انا صايمه. بشكركم جدا على كل تعليقاتكم الجميله واللايكات والمشاهدات اللي زي القمر، بجد شكرا من كل قلبي حبايبي. انا مش عارفه اقول لكم ايه، يعني انتوا بجد بتقولوا كلام كتير حلو، والموضوع يعني الحمد لله اتحسن على الاول في المشاهدات وفي التعليقات، فانا بشكركم جدا من كل قلبي. امبارح احنا عملنا مع بعض المطبخ والفيديو ونال على اعجابكم، فالحمد لله وشكرا جدا جدا على التعليقات الحلوه، مع اني مفيش تعليقات كتير جت عليه يعني، بس ماشي شكرا. لو محدش شاف الفيديو روحوا شوفوه، هسيبه لكم في التعليق مثبت ان شاء الله. مبدئيا كده النهارده انا صحيت، وزي ما قلت لكم انا صايمه الحمد لله، فعايزه اعمل شويه حاجات بسيطه في المطبخ عشان ما ارهقش نفسي. وانا كده كده اللي الحمد لله امبارح عملت كل التقيل يعني. امبارح انا نضفت الحيطان وحطيت دوت هنا، بس معرفتش اصوره معاكم اهوت. حطيت دوت هنا كده عشان احط عليه كل التوابل. آم، في حاجه كمان فرشت الارض ومسحت وفرشت ومسحت كل الرخامه ونضفتها، بس كل الحاجات دي هتتشال من عليها دلوقتي تاني عشان نقدر ان احنا يعني نجدده. تعالوا قبل ما اوريكم انا هجدد المطبخ بايه، تعالوا اوريكم شكل المطبخ كده. تمام، اول ما بندخل الرخامه كده هي زحمه انا عارفه، بس انا يعني في حاجات كتير قوي هنبدا نشيلها، لان زين طبعا كل ما ياخد حاجه من الدرج اخدها منه احطها على طول على هنا. حطيت التربو دوت هنا بتاع البصل البصل والثوم والبطاطس، وطبعا التوابل اللي احنا هنشيلها ونحطها في المكان التاني، ودي التوابل التانية. دي كده غسالة، وكده الدنيا ماشية زي المطبخ، فيه شوية كام طبق كده بس نتغاضى عنهم دلوقتي. كل المواعين دي نضيفة فهتتشال طبعا عشان شكل المطبخ يبقى رايق وباين كده. بس الحمد لله المطبخ كله بيلمع وكله نضيف وكله زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا، اول حاجه دي مرياله اللي هي بتاعت ان احنا نلبسها واحنا بنعمل اكل وكده. المرياله دي شكلها حلو قوي، فانا قررت اعملها حاجه زي كده زي ستاره. هقول لكم هنعملها فين تبقى شكلها حلو ازاي. عندي كمان الستيكر دوت على شكل ورد. هو الشكل دوت يعني، هو الشكل ده بالظبط. تعالوا كده اوريكم. هو الشكل دوت اللي موجود معايا. تمام، انا كان معايا الشكل ده وحطيته في اوضه النوم على حطيته في اوضه النوم، قولوا معايا على التسريح عشان اصغر شويه شكل المرايه. ودي بقى هاخده عشان هعمل بيه حاجات في المطبخ هنا. اهو ده شكله. هو طبعا يعني ممكن يبقى فيه ورد متفرق، وممكن يبقى كل واحد، لسه انا مش عارفه. فهتلزقيه فين يا ساره؟ هقول لكم كل حاجه دلوقتي. وكمان الستيكر الحراري اللي هو اصلا اساس كل حاجه، وانا جايباه اصلا عشان اجدد المطبخ. فالستيكر ده هنبدا نحطه على الرخامه هنا، وممكن كمان احطه هنا، مش عارفه انا ممكن احط هنا عليه ولا لا، بس هو الاساس هيتحط على الرخامه. تمام، يلا بينا بقى نبتدي علشان انا متحمسه قوي اخلص قبل ما زين كمان يصحى. فيلا بينا. الرخامه كلها اهو فاضيه، ما فيهاش اي حاجه خالص. نضفتها كمان كويس قوي. وعايزه اقول لكم على تركيه دايما بحب اعملها، وهي السكينه دي يا بنات اللي بتشيل بيها حلويات او بتشيل بيها الحاجات دي. انا بحب دايما يعني اعمل بيها كده، اشيل بيها كل الحاجات اللي ممكن تكون لازقه وانا مش عارفه اجيبها بالحته. فبشيل بقى كل ده كده كويس، وابدا بقى ان انا امسحها. انا ممكن امسح المكان ده مرتين ثلاثه، ده عادي جدا، لان انا ببقى لازقه الحاجه دي وناويه ان شاء الله انها تقعد معايا يعني فتره كويسه. فاي حاجه بتحصل انا لازم امسحها، يعني انضفها كده تاني وارجع امسحها تاني وانضفها تاني وهكذا، علشان اضمن انها نظيفه ما فيهاش اي حاجه ممكن تخلي الستيكر قابب على الوش، او في مثلا ايه حاجات مش نظيفه او كده. بصوا بقى، انتوا لازم تجيبوا حاجه يعني كريدت كارد، كارت ناشف، مسطره، اي حاجه. بس انا بحب اجيب اللي هي الكارنيه، يعني اي كارنيه او كده، او بطاقه مثلا، علشان تبقى تعرفي تمسكيها كويس، او تبقى يعني انت عارفه تتحكمي فيها، فاهمين قصدي؟ ف نبدا بقى نشيل اللزق. هو دي الماركه بتاعتها. تعرفوا ان انا ما حطيتهاش الا من سنه، يعني الستيكر ده انا حطاه بالظبط من سنه، انتوا متخيلين؟ حطيته وشلته بعدها بصراحه على طول، يعني ما قعدتش مثلا، انا بسمع في ناس بتقعد بالسنه. ازاي نعرف؟ عشان انا اتاخرت عليكم زي ما قلت لكم شويه. بصوا لما تيجوا تفتحوه يبقى ده شكله كده، ما يبقاش لازق من جوه عادي، او ما يبقاش ستيكر عادي. فيلا بينا بقى. دلوقتي اول حاجه هبدا اعملها ان انا اشوف المقاسات بتاعتها. لازم تاخدي بالك كويس جدا من المقاس وتقصي على قده. لو انت عندك الرخامه
صغيره زي بتاعتي مثلا. انا رخامتي 60 تقريبا، لا اقصد رخامتي اقل من كده. رخامتي حوالي 45 او 50، فكان في 10 سنتي او 15 سنتي هيتقطعوا. فلما كانوش اتقطعوا اصلا كانوا يعملوا عندي مشكله في ان انا مش عارفه اتحكم كويس في الستيكر. فلازم تاخدي بالك كويس قوي وانتي بتعملي الخطوه دي، ان انتي تاخدي المقاسات كويس قبل ما تعملي اي حاجه، وبعدين بقى تبداي تلزقي. طبعا ان الاساس عندي ان انتي لازم تاخدي بالك كمان يعني ايديك الاتنين تشتغل مع بعضها، زي ما هتشوفي معايا وهقولك وانا بعمل دلوقتي كمان تاني. ايديك الاتنين تشتغل مع بعضها ازاي. انا في البدايه عشان بقالي كتير ما عملتوش فنسيت، بس انتي لازم ايد من تحت تشد الورقه، وايد من فوق تبدا ان هي تاخد كده الستيكر بالكارنيه بقى اللي معاكي، بالبطاقه، باي حاجه زي ما انت شايفه كده الطريقه دي. خلي بالكم وانتوا بتشدوا، يعني بصي ايد تحت اهي، زي ما انتوا شايفين ايد تحت بشد الورقه دي، وايد تانية مع كل سنتي بالظبط انا بشده، مع كل ما انا ايدي دي شغاله بتفضي الهواء من تحت الستيكر علشان ما يبقبش وما يكونش تحتيه اي نوع من انواع الهواء خالص اطلاقا، عشان تعرفي تستخدميه. بصوا بقى الحركه دي، شايفين سامعين الصوت ده؟ فيه هوا اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنرجعها تاني كده، وتبداي بقى ان انتي واحده واحده وعلى مهلك، وانتي ايه بتعملي برضو بنفس الكارت، واحده واحده خالص، علشان تفضي اي هوا موجود تحتها وتقعد معاكي فتره طويله من غير ما يخش تحتها اي نوع من انواع البكتيريا، او مثلا تنقطع بسرعه او كده. تفضيه الهواء مهمه جدا. سامعين الهواء ده؟ سامعين؟ بصوا الحته دي، اعرفوا ان تحتها هواء على طول، تروحي ماسكاها كده مطلعاها وتنزلي تاني كده مع كل سنتي. او هنا دخل هوا اهو، هنعمل كده ونطلعه. الموضوع سهل قوي بس بيحتاج تركيز. لازم لو معاكي بيبي صغير زي كده يكون هو نايم، لو هو صاحي مش هتعرفي. هنا في هوا برضو، هنشيل كده ونحط كده تاني. جينا بقى لاخر حته، في هوا وما طلعش معاكي تروحي مطلعاها على طول، يعني متستنيش. انا بوريكم الطريقه بالخطوات علشان بس ايه تبقوا شايفينها معايا صح، لان في بنات كتيره قوي بتطلب مني خطوات صح والخطوات تكون باينه، علشان هم عايزين يعملوها وخايفين تبوظ منهم، او مثلا خايفين انها تنقطع او الستيكر ينقطع او كده. في ناس بقى بتحب تحط وهي بتركب الستيكر ده، في ناس بتحب تحط الميه، بترش كده بخاخ ميه. بس انا بصراحه يعني ما بفضلش الموضوع ده، ملوش لازمه. طالما انا بعرف اشيله على طول يعني خلاص، الموضوع مش مستاهل يعني. تمام. هو تقريبا كده ان في حته تتقص منه، عشان هو خلاص يعني مش محتاج ان انا اخد كل ده احطه. تمام. فبمقص كده اشيل كل الورق ده مش عارفه احطه. طيب انا دلوقتي هخليه شويه بس عشان اعرف انا هاخد قد ايه وهشيل قد ايه. الجزئيه الاخيره دي بقى، الجزئيه الاخيره دي مهمه قوي، علشان انتي كده بتقفلي بقى ايه الستيكر بتاعك،
تبقي عايزاه يكون ايه في البرفكت والدنيا ماشيه كويس. فزي ما احنا ماشيين نفس الخطوات هنطلع كده على بره. في هوا هنا؟ مفيش اهو. اهو الحته دي نقطعها كده عشان تقدري تحطيها. اكتر حته بحبها في الستيكر بعد ما يتركب هي الحته دي. بحس كده انا عندي رخامه لونها ابيض وشكلها حلو وقيمه، معرفش انا بحس بكده بصراحه، وببقى مبسوطه قوي بالنتيجه من الحته دي. كده تقفيل شغلي تمام، الدنيا حلوه الحمد لله، اتقفل وزي الفل. الجزئيه دي برضو عشان تقفليها صح لازم تعملي كده تمام. تروحي حاطه دي جوه كده ومقفلها كويس، وتنزلي بده بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه دي. بنفس بقى الكارت، وتبدأي بقى ايه تقفلي كل ده. هنيجي بقى عند الوزرة والجزئية دي. انا خصصت لها طبعا جزء اللي احنا كنا قاطعينه من دول الرخامة تمام. انا خصصت لها الجزء ده، فنبدأ بقى دلوقتي نقول بسم الله ونبدأ نعمله تمام. طيب مبدئيا كده احنا لازم نبدأ طبعا من هناك. طبعا هو ممكن يعني احنا هنحط هنبدأ من هناك علشان هي هتاخد نفس التجزيعة. شايفين الحتة التجزيعة دي اهي، دي تكملتها. فلما اجي احط كده شايفين اهي، لما اجي احطها كده تبقى ماشيه بنفس التجزيعه بتاعه الوزره بتاعه الرخام اهي بالطريقه دي كده. طيب انا هبدا الزقها بقى عشان مش هعرف بصراحه اعملها معاكم، مش عارفه انا هعرف اعملها معاكم اصلا ولا لا، بس استنى احاول. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نمشي بالظبط في الحاجات دي عشان الحاجات دي انا في بدايه اول مره كنت اعمل الستيكر الحراري ده. انا ما كنتش مظبطاه قوي مع بعض، لاني ما كنتش لسه عارفه ممكن التجزئه تبقى ماشيه ازاي، او انا ممكن اصلا الزقها ازاي. انا عايزه اخد كده بسم الله. بالشكل دوت كده. طبعا لازم الكارت يكون معانا اساسي. بدأت ان انا اعمل بالطريقه دي. طبعا الزياده دي هتنام كده، يعني الزياده دي عادي هننيمها كده عادي. بصوا بقى الدقه والحلاوه والجمال الحمد لله ركبت حلو جدا جدا. شايفين شكلها بقى عامل ازاي يا بنات؟ شكلها حلو قوي 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 الحمد لله، بقت جميله جميله جميله. انا بحب جدا الشكل ده، انا بعشق جدا 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 الشكل البربل الابيض دوت بتاع الرخام، بعشقه. بحس كده ان انا يعني ايه اكني ملكه متوجه في المطبخ. عايزه اوريكم بس التجزيع احنا مشينا عليها ازاي. شايفين ان احنا مشينا على التجزيع ازاي، ماشيه ازاي مع الوزره، كل حاجه ماشيه مع بعضها تمام، اكنها حته رخامه. ما شاء الله تبارك الله. الموضوع بقى يعني موضوع جميل وحلو، ويعتبر بديل الرخام، يعتبر يعني بديل الرخام وبديل الرخام. فاهمين؟ في دلوقتي بحاجه اسمها بديل الرخام، فيعتبر ده البديل الارخص للرخام. ف يعني مفيش بعد كده حاجه 55 جنيه تجددي بيها تقريبا حاجات كتير جدا. يعني هي ديت متر ونص، ال الرخام بتاعتي متر ونص، وهي اصلا 3 متر. لا انا الصراحه جبت المتر عشان اقيس، لا طلعت متر و80، يعني دي متر و80 مش متر ونص. واصلا الرول اهو، الرول دوت 3 متر. فده اللي اتبقى منه حوالي يعني 60، حوالي 60، لا مش 60، حوالي 80 سنتي اتبقوا. بصراحة مش عارفة بالظبط اتبقى منها اتبقى منها متر وعشرين سنتي. المتر وعشرين سنتي دول تعملوا فيهم حاجات كتير بصراحة. انا كان نفسي جدا جدا اعملها في الرخامة دي،
الرخامة دي بتاعت الحوض، بس بصراحة مش عارفة هي مثلا هتبقى كويسة شكلها حلو في الرخامة ولا لا، او مثلا هتستحمل المية ولا لا. مش عارفة بصراحة، فمش هخاطر بالموضوع ده، وكده كده هي بعيدة عني، فانا مش هخاطر اعمل بيها حاجة بصراحة. بس اللي اتبقى بقى هعمل فيه ايه بقى، مش عارفة. اللي اتبقى منه يعني فيها افكار كتير. هي 1.20 متر اتبقوا، وكمان دول اللي اتبقوا منها الحته المربع ده، والنص متر تقريبا ده صغنن كده، والمتر و20 سنتي اللي موجودين هنا. فبقى منها كمية محترمة. ممكن بقى لو انت عايزة تعملي مثلا حيطة معاها، ممكن عايزة تعملي رخامة تانية. انا بصراحة كنت عايزة اعمل حاجة برضو. كنت عايزة اعمل التربو ده برضو، هعمله بنفس الستيكر علشان يبقى شكله حلو. ونبدأ بقى ننظف المطبخ التنظيفة الأخيرة، مسح أتربة أو مسح أي حاجة، عشان نبدأ بقى نفرش بقى الرخامة ونحط على الحاجات الجديدة، لحد ما إن شاء الله الفيديو اللي هيبقى اللي هيبقى بقى يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله، هنفرش بقى ايه زينة رمضان في المطبخ وفي البيت كله، وهتشوفوا كل حاجة معايا. هحط عليه برضو الستيكر عشان هيبقى شكله أبيض كده وحلو، وكمان دوت هيبقى أبيض، فهيبقى التوتال كله يبقى شكله لطيف، فاهمين قصدي. فانا دلوقتي هحط دوت عليه، شكله هيتغير. نيجي بقى للجزء المهم جدا. انا عايزه بس اوريكم كام حاجه كده. انا علقت الورد دوت هنا كده. لين المطبخ هتلاقوه محطوط تمام. انا حطيته بصراحه بالشمع لانه اللزق بتاعه ضعف، ما بقاش بيلزق. طيب عايزه اعمل ايه كمان؟ هوريكم ان انا حطيت العصفوره دي هنا كده. هي شكلها مش باين قوي. وكمان علقت دي هنا، بس شكلها هيبان بعد ما اخلص ترتيب. بصوا بقى، عايزه اقول لكم كمان تقولوا لي رايكم في كل حاجه، ولو في حاجه مثلا شايفين ان ممكن تتحط في مكان تاني، ما تترددوش ثاني ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي، عشان بجد محتاجه اسمع رايكم جدا. طيب ايه دول يا ساره؟ دول يا جماعه طقم التوابل الجديد اللي انا هعمله. انا هعمل طقم توابل، يبقى ملح وكمون وفلفل وكزبره وتوم باودر وبصل باودر. دول اكتر 6 حاجات انا بحتاجهم في المطبخ، فاخترتهم يكونوا صغيرين. إيه اللي انا محتاجاه؟ طبعا انا عملت طقم لحماتي بالستيكر ده، فالستيكر ده معظمه مش موجود، يعني اصلا الاسامي اللي انا بقول لكم عليها دي هي مش موجوده. يعني الملح والكمون والكزبره والحاجات دي هي اصلا مش موجوده دلوقتي. فانا هعمل ايه بقى؟ انا اول حاجه هعملها ان انا هلون. تمام. هلون بس الغطيان. ممكن الونهم بنفس اللون الاخضر ده، مثلا اخد الدرجه دي او الدرجه دي، مش عارفه اني لون هيليق، عشان يبقى كله نفس اللون، فاهمين قصدي. وبعدين هبدا بقى ان انا اكتب عليهم عادي. بصراحه انا في البدايه كنت مهووسه جدا بان انا يعني اعمل كله بستيكر، يعني اعمل كل الحاجات اللي هي شاي وقهوه والحاجات دي كلها، كنت مهووسه جدا ان انا اعملها بستيكر. بس الحقيقه ان انا مش هعرف اعملها بالستيكر زي ما قلت لكم. السبب ايه؟ فدلوقتي انا هبدا اشوف الدرجه، هيبقى تقريبا حاسه ان هي دي الدرجه تقريبا. بصوا اهي. هحط هنا واحط هنا، اه يعني الدرجه الاقرب هي الدرجه دي. فانا هكمل على كده، هاخد ده بقى طبعا وابدا ان انا الون. طبعا اللون يعني هيبقى قوي شويه، يبقى شبه ده، بس انا هخلي دي دلوقتي وهلون بالسبونج دي، علشان هي بتدمج اكتر. تمام. طبعا انا الحاجات دي عندي يعني من بدري، انا بس بستخدمها. لكن طبعا لو انتي بترسمي وعندك الوان وعندك حاجاتك، فهيبقى الوضع احلى. شايفين اللون بقى حلو ازاي؟ اللون بقى حلو قوي. عايزه بس اقلب دي شويه كده عشان تشوفوا الاضاءه عامله ازاي. كده انتوا كده شايفين اهو. فانا بقى هكمل بالشكل دوت عليه كله. طبعا هو محتاج كمان حاجه مهمه قوي كنت بكلمكم عنها في الفيديو اللي فات، وهي ان هو محتاج الورنيش السبراي، علشان الورنيش بيبقى سبراي كده فوق يعني شفاف، ورنيش شفاف، علشان يحفظ معايا اللون، ويخلي كمان اللون معايا ما يعملش بتاع دوت ما يطلعش. فماشي يعني هنعمل الحاجات دي بعدين. تمام. بس الاول نخلص بقى كلهم ونرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم ان انا بجد مبسوطه قوي قوي قوي، رغم ان انا تعبت من يعني الصيام بقى، واول يوم بيبقى الواحد مش واخد خالص على الصيام.
بس انا مبسوطه لانه الحمد لله يعني خلصنا شوط كبير قوي. فبصوا بقى الطقم بتاع الشاي بتاع الزيت وبتاع الخل بيبقى غالي جدا في الاسواق، يعني بيبقى غالي جدا في اي ستور. فانا هقول لكم على حاجه انا عملتها. بصوا، اول حاجه انا لا استنى اسخن اكتر عشان هو مش بتسخن. في ازازه من الازاز ديت، انا دايما بحب احوش الازاز. استنى كده لحظه معلش. انا بحب جدا احوش الازاز. فالازازه دي كانت ازازه موارد. اه والله زي ما بقول لكم كده ازازه موارد. فازازه الموارد دي انا مرات فرط فيها، قلت هسيبها واكيد هلاقي لها حاجه. وسبحان الله يا جماعه انا فعلا لقيت لها حاجه يعني. انا كنت دايما بحب ونفسي جدا اشتريها، وهي الطقم بتاع اللي هو الطقم بتاع الشاي بتاع الزيت والخل وكده. وقررت ان انا اعملها زيت وخل. انا كنت عاملاها من بدري بس هي خلصت، فانا هنحط تاني فيها زيت. انا بحبها جدا جدا لانها اولا بتوفر لي جدا في كميه الزيت بتاعتي. زيت بتوفر لي جدا في كميه الزيت. استنى انا مش مركزه. نوتي نوتي نوتي. اوكي نجيب حاجه طبعا نحط عليها عشان اصلا البتاعه دي اتكسرت مني وانا دوست عليها غصب عني. فزي ما بقول لكم كده انها بجد يعني بتبقى حلوه جدا 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 في ان انتي تحطي فيها الزيت وكده. زي ما بقول لكم بقى بتوفر معايا زيت كتير، لان كده انا مش بستخدم زيت كتير، او مثلا ببقى محتاجه كميه معينه فما بيدلقش مني كتير. يعني ازازه زي كده انت ممكن يدلق منك غصب عنك كميه في الحله بقى في الطاسه في كده، فانت تحسي ان انت هدرتي كميه زيت محترمه يعني. فلا هي بالطريقه دي انت كده ما هدرتيش زيت ولا حاجه، والوضع بيبقى جميل جدا لان هو خرمها صغير. بس فانا كنت حابه اشاركها معاكم، انا شاركتها قبل كده معاكم بس اكيد انتوا نسيتوها. وطبعا احنا بنجهز لرمضان فبنحب حاجات توفر علينا وقت، توفر علينا يعني خامات وكده. فبالنسبه لخامه الزيت اهي متوفره الحمد لله وزي الفل. طيب بالنسبه بقى للخل، انا مش بحب الزيت، انا اكتر واحده ممكن تكون يعني انا من الزيت بالنسبه لي بيعمل لي عقده شويه. الخل بتاع وادي فود دوت خل ممتاز جدا، ناس كتيره جدا بتتكلم عنه. وانا بصراحه يا جماعه جبته من بدري جدا جدا، من شهور يعني معنى كلمه شهور. الازازه دي بقى اختي كانت مديهاني هديه، هاجر اختي. فقلت بقى هشوف لها حاجه وتبقى خل او هي مثلا تشتري لي واحده تانية وانا ادفع لها حقها او كده. هي ما لقيتش تاني منها بصراحه، وانا كمان دورت ما لقيتش. فانا كده عندي خزين الزيت والخل الناحيه دي، والناحيه دي هحط الزيت والخل في الاستخدام اليومي. عندي كمان حاجه دايما بتحصل انه مبعرفش دايما اشدهم مع بعض. يعني بصوا انا بعملها كده عشان يلزقوا مع بعض اهو، عشان دايما كل ما اجي احطها ما بعرفش اشدها بتتخلع. فبس كده. دي طبعا ازازه سيروم، فكنت حاطه فيها سيروم وخلص فخلاص هغسلها. دي كانت مديهاني، كنت شاريها من هاجر برضو عشان هي بتبيع الحاجات دي. لو انتوا عايزين مثلا ازاز سيروم او حاجات زي كده هي بتبيع الحاجات دي. بس كده يا حلوين. وده كده شكلهم. طبعا احنا هنعمل دلوقتي هنركب بقى التربو دلوقتي، او المنظم بتاع الحاجه بتاع التوابل. تمام هنرتبه برضو ان شاء الله في الفيديو دوت، علشان انا لسه يعني بظبط العلب وكده او البرطمانات. فهنظبط دلوقتي الرخامه ونرص عليها الحاجه اللي احنا عايزين نرصها، وفي اخر الفيديو هنشوف بقى هنرص ازاي منظم. بحب قوي الديكور اللي بيتعمل كده بعد ما الرخامه تتعمل. الرخامه شكلها اللهم بارك تحفه 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 تحفه، عجباني قوي. فانتوا كمان قولي في الكومنتات عجبتكم وشكلها عجبكم ولا لا. بس انا بحبها جدا كده، بتفتح لي المطبخ كده وبتخليني مقبله على الحياه. فبجد عجبتني قوي يا بنات. قولوا لي رايكم في الكومنتات، هستنى كل ارائكم لان دايما بحب اسمع الاراء واشوفها وارد عليها. انا في انتظار كل الكومنتات، اي كومنت هيجيلي انا على طول هخش ارد عليه.
شكل الديكور في النهايه شكله خطير يجنن بجد. اللون الابيض مع اللون الخشبي انا بحبه جدا جدا. ان شاء الله لما اجي اعمل بعد كده ان شاء الله يعني الديكور اللي بعد كده بعد كمان فتره يعني قبل ما نزهق من ده ان شاء الله، هجيب الستيكر هيكون خشبي، وهجيب كمان ستيكر حجري، بحيث ان انا احط الستيكر الحجري على الحيطه والستيكر الخشبي على الرخامه، فهيدي شكل ويعني ملمس كده رائع بجد. انا بحب جدا الموضوع ده. هنا بقى هنعمل مع بعض كده الكورنر بتاع الشاي. هنقول بسم الله ونخش نشوف المطبخ. بعد التجديد اول حاجه هوريها لكم وهي الرخامه، بعدين هوريكم الباقي بعد ما يجهز. اول حاجه انا عملت رجعت تاني الكورنر بتاع الشاي والقهوه، بس زودت شويه ديكورات، يعني غيرت في شويه التقسيمه. حطيت هنا كده الكوسترز وشموع، وهنا كده النسكافيه والعلبه دي او الكوبايه دي بيكون فيها المعالق الشاي والسكر والقهوه بالنوعين بتوعنا. هنا كده انا حاطه النسكافيه والحاجات اللي هي معلبه ونسكويك وكده. وهنا كده المجات لما تكمل هرجع احطها، يعني هاخد بقى المستخدمين واغسلهم وارجع احطهم. هنا كده حطيت الصواني الكبيره اللي انا بستخدمها البلاستيك، وده الشكل اهو. تمام، ده الناحيه دي. وكمان انا بحب دايما تكون هنا موجود تكون موجوده هنا الاباجوره دي. تمام، وهنا كده الجزء اللي انا بحبه جدا 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 وهو الجزء بقى الخشبي والالوان الخشبيه والورد الابيض مع البربل، بيبقى باربل، بيبقى حلو قوي قوي يا بنات. بصوا شكله حلو ازاي. طبعا الجزء ده ان شاء الله لما يترتب دلوقتي برضو هتشوفوا معايا كل حاجه، بس انا حبيت اوريكم كده الشكل النهائي للرخامه. شايفين شكلها؟ لو حبيتوا قولوا لي في الكومنتات، لو في حاجه ازودها في حاجه انقصها قولوا لي. هو اكتر حاجه عامله لي زحمه شويه، انا حاسه ان هي عامله لي زحمه شويه، وهي الرسمه دي او الرسمه بتاعه السيراميك. فانا ممكن اخد من اللي باقي من الستيكر واحطه، وممكن اشوف اي حاجه تانية بقى اشتري مثلا ستيكر حجري، قطعتين ستيكر حجري كده احطهم هنا كده. لسه مش عارفه، بس ده اللي انا حاسه انه عامل لي زحمه بصراحه. فانتوا قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، عجبكم ولا لا. ويلا بينا نكمل بيه. عايزه احط الستيكر اللي بيبقى موجود كده على الرز والشعريه والحاجات دي، فهنحط الستيكر كده بقى. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه، انا يعني الحاجات اللي انت ممكن تعملي بيها مثلا الطقم التوابل تبقى اسهل في ان انت تروحي يعني تشتري سبراي للتلوين وخلاص. سبراي ابيض، سبراي بينك، سبراي اسود، زي ما انت عايزه. بصوا انا هحطه كده، لاني الالوان بتاعتي هي مش وحشه، بس مشكلتها فيها حاجه ان هي ما بتنشفش على طول، وانها كمان بتحتاج ان انتي ترشيها بعدها علشان ما تطلعش. طبعا احنا ادينا في التوابل كتير وبتستخدمي توابل كتير، فبتضطري ان انتي، فاهمين قصدي، تضطري بقى ان انتي ايه تقعدي تستخدميها، وممكن تطلع في ايدك لو ايدك مبلوله ولا حاجه بتبقى مشكله. فانا هعملها من باب التغيير لحد ما اشتري ان شاء الله السبراي وابقى اعمله عادي. فدلوقتي انا عملت الشعريه اهو، الرز شكلهم حلو قوي. في حاجات تانية بقى انا هعملها، وعشان ما عنديش طبعا بقيه الاستيكرات اللي هي زي كده الملح والكزبره والفلفل عشان اديتهم لحماتي زي ما قلت لكم، فانا عملت حاجه شبيهه. شايفين؟ انا عايزه اوريها لكم، هي مش باينه قوي ليه مش عارفه، استنوا اهو. فوكس الفوكس تعبان شويه. بصوا بقى، انا حبيت اعمل الحركه دي ان انا اعمل كده ورود يعني وحاجات بلون البينك ولون الاسود. كتبت الملح والفلفل الاسود والكزبره والكمون والحاجات دي عشان احطها على طول. وبالمناسبه يا جماعه دي استيكرات، يعني ده اكتر يعني اخر 4 استيكرات عندي، استيكرات عاديه زي كده بتشتريها من المكتبه. وكتبت بالقلمه الالوان اللي زي دي، استخدمت اللونين دول وكتبت بيهم. فدول كده اللي هعمل بيهم. وعايزه اوريكم اهو، حطيت هنا البصل البودره وهنا الثوم البودره. تمام اهمت، بصل البودره والثوم البودره، عشان نبدا بقى نفضي الحاجه بتاعتنا ونخلص رص المطبخ كله. اوريكم حاجه انا كنت بحاول اعملها بس ما نفعتش معايا خالص. يعني كنت عايزه اعمل ستيكر باللزق والميه، فانا كتبت فعلا اهو زي ما انتم شايفين،
وكل ما اجي افركه كان بيطلع يعني اللزق بيطلع، بصوا بيطلع بالكتابة، او الورق بيطلع بالكتابة. شايفين عاملين ازاي؟ يعني مش عارفة، انا مش عارفة هو السبب من ايه، بس انا شفت كذا فيديو بيعملوها بنفس الطريقة، بس الطريقة مختلفة في حاجة، في ان هم انا كاتبة بقلم الوان او بقلم ماركر، هم طابعين الورق وعاملينه، فممكن تكون طبعا لون الطباعة طبعا اقوى من لون القلم الماركر. او بصوا شايفين بيتمسح ازاي، فالحوار يعني مطلعش بسيط ومطلعش بسرعة. بس ممكن ابقى اطبع ورق عادي وابقى اجي اجرب الطريقة دي، لو نفعت يبقى كده تمام. يعني ممكن تكون انا استخدمت عشان بستخدم قلمة عادية فالوضع مختلف شوية، مفيش غير دي هي اللي نفعت اهي. بس كمان يعني لو عملتي كده هتتشيل خلاص اهي، اتشيلت على طول ما عادتش. بصوا انا كنت حطاهم بقى بره ينشفوا، لونتهم باللون الاخضر علشان يبقوا كلهم نفس الدرجة تمام. فالشكل اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى دلوقتي ان انا الزق الاول الحاجة، عايزة الزق الاول على البرطمانات، وبعدين ابدأ بقى اجيب التوابل واحطها عشان نرصهم. بصوا احساس يعني فوق الوصف بجد، احساس حلو قوي ان انت تكوني بتعملي حاجه بايديكي زي كده وبترصي بقى المطبخ بتاعك وبتاع. فقوموا بنات تشجعوا معايا واعملوا الحاجه اللي وراكم يلا كده، وقوموا جددوا واعملوا الحركات اللي انا عملتها دي، حاجات بسيطه مش مكلفه. يمكن هي اثرت معايا في شويه حاجات، يعني زي مثلا الستيكر ده كان غالي شويه ما كنتش عامله حسابه، بس انا في دماغي، يعني هو في دماغي ان انا عايزه اجيبه. بس لما جبته خلاص، يعني خلاص انا جبته، هعمل ايه؟ هرميه؟ لا طبعا مش هرميه. ف طبعا هتقولوا لي طب يا ساره الستيكر ده هيطلع، انت ده ورق يعني ممكن يتمسح ممكن يبوظ ممكن يطلع، هتعملي ايه؟ هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي علشان احافظ عليه. انا عندي يعني كذا اوبشن، مش اوبشن واحد بس الاوبشن المتاح دلوقتي هو اللي انا هعمله. اول اوبشن او كذا اوبشن ايه اللي هو اللزق الشفاف، اللي هو ده اللزق الشفاف ده. دلوقتي هبدأ ان انا اقصه واعمله عشان احط عليه. التاني بقى في تاني ستيكر كده، او في ستيكر بتاع الكتب، بتاع تجليد الكتب، لو انتوا عندكم حاجات زي كده. ستيكر تجليد الكتب ده برضو حلو جدا جدا، وانا كنت دايما بستخدمه في الحاجات اللي شبه كده. فانا دلوقتي هبدأ احطها كده وهلزق عليه. بصوا هو شفاف وهو ما بانش، بس انا متأكدة ان شاء الله انه ايه هيستمر معايا شوية. وطبعا انا طقم التوابل اللي عندي انا مش هرميه، يعني انا كده كده هرجع له تاني، بس ايه الحاجات دي كلها من باب التغيير. التغيير حلو، التغيير مطلوب في حياتنا عموما. فان انت تجددي في المطبخ اللي انت طول النهار واقفه فيه، في رمضان مطحونه فيه، فلا بيبقى الوضع مختلف. وبتحبي كده تخشي المطبخ، بتحبي تبدعي وتعملي حاجات كتير. وبمناسبة الإبداع إن شاء الله الفترة الجاية هنبدع مع بعض ونعمل مع بعض حاجات حلوة رمضان اللي قبل رمضان يعني. وطبعا التجديدات بقى بتاعت رمضان وزينة رمضان، فهتبقى حاجة حلوة قوي. اهو خلاص انا اهو لزقتهم كده. وعندي عايزة كاري وكركم، بصراحة محتاجة اتنين نحط فيهم كاري وكركم، بس هنشوف دلوقتي ممكن الاقي ايه عندي تاني ممكن نحطه. بصوا دول برضو ممكن اعملهم كده، بس ده كان فيها جبنة او فيها صوص يعني بهار الجبنة، فانا هبقى اشيله وهبقى احط الاتنين كده واعملهم واحد كاري واحد كركم، لاني بستخدمهم يعني استخداماتي مش كتير. بتبقى احلى لحظه كده بعد ترويق وبعد يعني مشقه كبيره ان انت تكوني بتخلصي بقى وبتشطبي وكده. فالوضع يا جماعه بجد حلو قوي قوي. جربوا انك تعملوا حاجات جديده، جربوا ان انتوا تجددوا في المطبخ وتجددوا الحاجات دي. طبعا انا هنا بحط كل التوابل، واكتشفت ان انا ما عنديش توم بودره، فاحتمال نعمل مع بعض التوم البودره. فانتوا لو حابين تشوفوا طريقه التوم البودره بتعمل ازاي وكده ممكن نعمله في البيت ازاي، اكتبوا لي في التعليقات تمام واحنا نعمله مع بعض. هنا انا حطيت بقى الكاري. الكركم صراحه ما يعني، او حطيت الكركم بس لسه ما حطيتش الكاري، ف
الحاجات دي هنبقى نكملها في الروتينات بعد كده ان شاء الله. بس يا جماعه الطقم شكله حلو جدا، ولونه اخضر كده شكله حلو قوي ولايق كده مع الابيض والخشبي، فتحسي كده ان هي ايه، تحسي انها الوان طبيعيه قوي. فانا حبيت الطريقه دي قوي، وحبيت الوضع جدا. عارفه ان الفيديو طول عليكم قوي، بس سامحوني لو الفيديو طول. انا حبيت اوريكم كل حاجه، ما حبيتش ان انا اقسم الفيديو على جزئين، حبيت انه ينزلوا على بعضه. يعني هو مش طويل قوي قوي ولا قصير قوي، هو في الرينج الاعلى متوسط شويه. فهنا كمان بحط بهار اللحمه، بهار الفراخ اقصد. مش عارفه دي بهار لحمه ولا فراخ صدقوا. انا حطيت، انا بعد كده عملت بقى ايه، قلت الون كده الغطا، وبعدين حطيت وبعدين رحت حاطه الستيكر. فانا بصراحه مش عارفه، انا حطيت ستيكر بهار الدجاج، مش عارفه بقى هو هيبقى ايه. وهنا بقى لحظه الحقيقه ولحظه الجمال كله، ان انتي توضبي بقى المكان اللي هو المكان ده بتاع التوابل. بجد انا في قمة انشكاحي ان التوابل اتجمعت في مكان واحد. انا عندي توابل كتير انا عارفة، ولسه محتاجة برطمانات تانية ازاز يعني. فهحاول اشوف برطمانات عندي، احاول اشتري، احاول اعمل اي حاجة بحيث ان أنا اكمل كل البرطمانات او كل التوابل. انا بحب جدا استخدم مثلا بابريكا، نسيت اعمل لها نسيت اعمل لها يعني برطمان وكده، بس تمام يعني الدنيا ماشيه حلو. شايفين شكلهم حلو ازاي، شكلهم جميل ومتنسقين كده مترتبين. فقولوا لي رايكم ايه، عجبكم شكل الحاجه ولا لا، وعجبتكم تنسيقاتي اللي انا عملتها ولا لا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا. انا صاحيه من بدري جدا عشان اعمله والله، والفيديو هينزل ان شاء الله في نفس اليوم. يعني انا بصور يوم الاثنين، الفيديو بامر الله بامر الله هينزل برضو يوم الاثنين. الحمد لله انا صايمه، والحمد لله يعني صحيت بدري عشان اخلص اللي ورايا كده، عشان برضو ايه ما اقصرش معاكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، ومع